السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنبدأ النهاردة سيكشن 10. وسيكشن 10 ما هو الا سيكشن مراجعة على كل الأدوية اللي خدناها في خلال المنهج بتاعنا. فسيكشن 10 ده بأمر الله يتسمع بعد في فترة العملي، وأيضا يتسمع معايا في الفاينل، لأنه ده هيكون لامم معانا كل الأدوية. عندنا 23 دواء هو لممهم لي كلهم. تمام. أول دواء معايا من عيلة الدراج سامبل اوف ان اس، هنتكلم النهاردة عن البيلوكاربين. هنتكلم طبعا عن كل دواء، نشوف الاسم الشائع بتاعه والاسم التجاري وازاي بيشتغل والثيرابيوتيك يوز والسمات المشابهه له والسايد افكت والكونتر انديكيشن لكل دواء. تمام. اولا نبدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الجينيريك نيم، بيقول لي الجينيريك نيم ده يقصد بيه الاسم العلمي. تمام. الاسم العلمي لهذا الدواء مين؟ طبعا هو بيكون كاتبه لي اهو، البيلوكاربين. البيلوكاربين. طب بيقول لي بعد كده اسمه التجاري ايه؟ طبعا يا دكتور عارف اسمه التجاري منين؟ انا نزلت الصيدليه، هو كاتبه لك اهو برضه على علبه الدواء. فاسمه التجاري البوليجون. تمام كده جايبنا اول سؤالين. لو طبعا هيجي لك الستيشن في الامتحان يجيب لك دواء منهم، وانت المفروض تكلموا عن ايه؟ تتكلموا عن الدواء ده، كل البيانات دي. على الاقل خالص جاوب الاسم التجاري وجاوب الاسم الايه وجاوب الاسم العلمي بتاعه. تمام. تاني حاجه، الميكانيزم اوف الاكشن، الاسم ازاي الدواء ده بيشتغل. والله يا دكتور الدواء ده بيشتغل معايا باللوكاربين، ده كان زي الاسيتالكولين، فكان بيشتغل دايركت. كان بيشتغل دايركت على المسكرين ريسبتور. على المسكرين ريسبتور. شبه مين؟ شبه الاسيتالكولين، كان بيشتغل دايركت يا دكتور. طب بنستخدمه في ايه؟ والله يا دكتور ده شبه الاسيتالكولين، يعني كان دواء باراسمباثيك، فكان نستخدمه في ايه؟ كنا بنستخدمه اشهر حاجه في علاج الجلوكوما. اشهر حاجه معانا كنا بنستخدمه في علاج الجلوكوما. تمام. وكمان الدواء ده كان بيستخدم معايا في علاج جفاف الفم. ليه؟ ما هو مش الدواء ده كان اسمه بيلوكاربين، كنا حافظينه ان هو بيل المخده فبيزود الافرازات، فيعالج معايا جفاف الفم اللي هو دراي ماوس. وايضا يشتغل معاه في الناس اللي هو دراي ماوس. او طبعا لو جالك البيشنت وقال لك يا دكتور انا بقالي فتره حاسس ان ما بينزلش مني دموع، عندي جفاف في العين، ممكن نستخدمه في الدراي. تمام، لانه لازم نزود له الافرازات بتاعته. طب بيقول لي ايه كده عالجنا الايه، كده عالجنا شفنا الاستخدامات العلاجيه. طب بيقول لك في حاجه مشابهه له، في دواء مشابه له كان اسمه سيفا ميلين. دواء مشابه له كان اسمه السيفا ميلين، بس طبعا دي كان دواء حديث ودواء حديث وكان افضل منه شويه لانه كان اقل سايد افكت. طب ايه السايد افكت بتاع البيلوكاربين ده يا دكتور؟ والله البيلوكاربين زي الاسيتالكولين، كان الادويه دي ممكن تدخلني في ايه؟ طبعا الدواء ده كان نون سيلكتيف، فكان ممكن يدخلك في برونكوس بس، يقفل لك البرونكاي خالص. كمان كان ممكن يعمل لك ايه؟ كان يدخلك في مايوسيس، يدوق لك البؤبؤ بتاع العين خلاص، لان انت خدت اسيتالكولين. كان الدواء ده ممكن يدخلك طبعا في زياده الايه، في زياده السلافيشن، يدخلك في زياده اللعب لانه بيزود الافرازات. طب امنعه امتى او موانع الاستخدام بتاعته؟ طبعا لو كان حضرتك عندك اكيوت اريتايتس، او حضرتك كان عندك ازمه، ما هو الدواء ده بيعمل جلوكوز بس، استخدامه ليه في الازمه. تمام. فبالتالي لو انت عندك ازمه يتمنع. تمام. ده كده اول دواء معايا. طبعا يعني الشرح التفصيلي بتاع كل حاجه اللي هو سيد افكت وثيرابيوتيك، طبعا الكلام ده اتشرح بالتفصيل. فعشان كده احنا بنحاول نلم الدنيا قدر الامكان لان السكشن طويل. تمام. بعد كده معايا الدواء اللي بعد كده معايا وهو النيوستجمين. يبقى اسم الشائع بتاعنا النيوستجمين. اسم الشائع الدواء اهو اسمه بروستجمين. يبقى التريد نيم ده الاسم اللي هو اسم الدواء اللي على العلبه. تمام. طب الدواء ده يا دكتور ازاي بيشتغل؟ والله الدواء ده كان شبه مين؟ شبه الاسيتالكولين، بس كان بيشتغل بشكل اندايركت، فكان له تاثير اندايركت لمين؟ اندايركت يا دكتور على الاسيتالكولين. ازاي كان بيشتغل معايا؟ ان هو بيعمل انهبيشن للكولينستريز، يروح للكولينستريز يقول له ايه؟ ما تكسرش الاسيتالكولين، فخلاص الاسيتالكولين كده زاد، بس بشكل ايه؟ بشكل اندايركت. طب استخدمه امتى؟ الدواء ده كنا بنستخدمه معايا في حالات المايثينيا جريفيز. اشهر استخدام له كان في حالات المايثينيا جريفيز، ودي شرحناها في السكشن اللي فات. طب ايه الادويه اللي بتكون مشابهه له؟ مش ده اسمه فيروستجمين او نيوستجمين؟ كان في اخوه التاني اللي كان اسمه فيوستجمين، كان برضو اخوه شبهه. طب ايه الادفيرس افكت بتاع الدواء ده؟ والله كان ممكن يدخلني طبعا في ايه؟ ممكن يدخلك في بيزود الافرازات، فممكن يدخلك معايا في سلافيشن برضو. الدواء ده يدخلك في ازمه لانه كده طبعا كان نون سيلكتيف. وممكن يدخلك طبعا في كوليك. الكوليك ده مع المغص نتيجه ان التستن بتاعتك شغاله، فيدخلك في مغص، فبالتالي تخش الحمام فيكون عندك ضياريه.
لانه حفز مين؟ حفز الجهاز الباراسمباثيك. طب امنعه امتى؟ الدواء ده بيكون ممنوع معايا في الناس اللي بيكون عندهم انسداد امعاء، يكون عندهم intestinal obstruction. الناس اللي عندهم intestinal obstruction يكون ممنوع ان احنا نستخدم معاهم هذا الدواء ده، لانه هيزود المغص عندهم، فبالتالي ما تستخدمش هذا الدواء معاهم. الدواء اللي بعد كده معايا وهو الدونازيبيل. الدونازيبيل ده طبعا ده الاسم العلمي، الدونازيبيل. طب ايه الاسم الشائع بتاعه؟ اهو الاريسبت. الاريسبت. ايه الميكانيزم اوف الاكشن؟ والله الدونازيبيل ده يا دكتور كان من ضمن ادويه ايه؟ والله الدواء ده برضو كان بيشتغل معايا، ان هو بيشتغل معايا كان بيثبط مين؟ بيثبط انزيم الكولينستريز ايضا، فده كان بيشتغل معايا انهبيشن للكولين استريز انزيم. فبالتالي لما يوقف الكولين استريز فبالتالي يزيد عندك مين؟ يزيد عندك الاسيتال كولين ويعمل الاكشن بتاعه. طب ايه الادويه اللي مشابهه له؟ كان في دواء اسمه الريفا ستيجمين، ده كان شبه هذا الدواء. طب بيقول لي عايز ميكانيزم مختلف، عايز ميكانيزم مختلف وسيله هذا الدواء. والله الدواء ده بيكون دواء مشابه. بص السؤال ده بيقول لك دواء مشابه بنفس الميكانيزم، فطبعا دي كانت الريفاستيجمين. طب عايز دواء مشابه بس بيشتغل بطريقه مختلفه باكشن مختلف، كان دواء اسمه ميما نيتين. كان دواء اسمه ميما نيتين. طب الادويه دي يا دكتور كنا بنستخدمها في علاج الزهايمر، طالما بتشتغل معايا بتعدي البلاد برين بارير فكنا نستخدمها معايا في علاج الزهايمر. تمام. كنا حتى بنقول دنيا ركز معايا واخده ريفو على جلوكوز. الجمله دي يا دكتور دي الجمله اللي قلناها في ادويه الزهايمر، فكان من ضمن الدنيا الدونازيبيل، ضمن الدنيا اللي هي الدونازيبيل. تمام. جلوكوز اللي هو الجالنتامين، ده اخوه التاني اسمه جالنتامين. تمام. ريفو كان الدواء اسمه ريفو ستيجمين. يبقى تاني اكتبه لك تاني عشان لو نسيت، الدنيا اللي هو الدواء اللي اسمه دونازيبيل، الدونازيبيل، وواخده ريفو على جلوكوز، الريفو ستيجمين، ريفو ستيجمين وجلوكوز جاليتامين. الادويه دي مالها؟ دي الادويه اللي بتعالج لي الزهايمر. تمام. فاي دواء عايز له العلاج الزهايمر قول له دنيا واخده ريفو على جلوكوز. تمام. الدواء اللي بعد كده معايا يسمى الاتروبين. طبعا الاتروبين ده يعني هريناه اسئله واعاده شرح فيه. الاسم التجاري بتاعه اهو اسمه ايه؟ ايزو بيتو اتروبين، ده الاسم اللي على العلبه، او ممكن برضو نكتب له الاتروبين ده. تمام يا دكتور. ايه اللي بيشتغل ازاي الاتروبين ده؟ كان يا دكتور بارا سمباسو ليتك. يعني ايه؟ كان بيشتغل معايا كبلوكر للمسكرين، نكتب له كده مسكرينك بلوكر. ما كانش بيسد النيكوتين، خلي بال حضرتك، ما كانش بيسد النيكوتين، كان بيسد المسكرين، فده كان مسكرينك بلوكر. تمام. بنستخدمه ازاي؟ الدواء ده بيستخدم معايا ان هو عكس مين؟ زي ما احنا قلنا عكس الباراسمباثيك. فالدواء ده يستخدم معايا لو العيان اصلا جاي له عنده مايوزس، عيان جاي له لقينا البؤبؤ بتاع العين واسع، طب نديله يا دكتور حاجه تكفلها بحيث ان احنا نرجع سوري عنده البؤبؤ بتاع العين ضيق، طب نديله حاجه توسع له بؤبؤ العين. تاني حاجه لو العيان عنده برادي كارديا، عيان عنده برادي كارديا لما نستخدم الدواء ده يا دكتور يشتغل كبلوكر فيزود ضربات القلب. تمام. طبعا واشهر حاجه ما ننساش اللي هو تسمم الاورجانوفوسفورس كومباوند، الناس اللي هم بتوع المبيدات الحشريه فكان بيكون عندهم تسمم فكنا بنعالجهم بالاتروبين كخيار اول للعلاج. طب ايه الادويه اللي بتكون شبه الاتروبين؟ اخوه كان اسمه ايه؟ كان اسمه اللي هو الدواء اللي كان شبهه معايا كان اسمه السكولبامين، اللي هو كان بتاع المغص، السكولبامين. طب ايه الادفيرس افكت؟ كنا بنقول زغلوله الناشفه حبست جوزها بسريع، تعالى نكتبها. زغلوله الناشفه حبست جوزها ابو سريع. دي كانت السكيما بتاعتنا. زغلوله كان بيعمل بيلر ديفيجن، زغلله في العين. الناشفه يعني بيدخلك في جفاف، سواء بقى في دراي ماوس، دراي سكين، ودراي اي، كان بيدخلك في جفاف. تاني حاجه حبست، فكان بيعمل لك احتباس لحاجتين، احتباس للبول واحتباس للبراز. فاحتباس للبول اللي هو يعمل لك يورين ريتينيشن، واحتباس البراز كان بيعمل لك ايه؟ كان بيعمل لك مغص، بيعمل لك كوليك. تمام. لانه ما بيشغلش الامعاء. طب جوزها يعني كان بيعمل لي جلوكوما، كان السايد افكت بتاعه انه بيعمل لك جلوكوما. ابو سريع يعني بيزود ضربات القلب فكان يعمل لك تاكي كارديا. تمام. الكونتر انديكيشن اوعى تستخدمه امتى؟ ما تستخدموش في الحاجات دي لو العيان عنده جلوكوما، ما هو اول استخدام اهو اول سايد افكت له اللي هو جلوكوما. تاني حاجه لو العيان عنده تاكي كارديا، شفت انا بستنتج من السايد افكت. لو العيان عنده تاكي كارديا، لو العيان عنده دراي سكريشن، عامه لو كان عنده دراي سكريشن. تمام. ما نستخدمش هذا الدواء.
الدواء اللي بعد كده معايا اسمه الابراتروبيوم. الابراتروبيوم ده الاسم بتاعنا. تمام. هو الابراتروبيوم ده يا دكتور كان ماله؟ والله كنت بقول لحضرتك لو انت فاكر الابره في الازمه، الابره في الازمه، فده كان من ضمن عيله الاتروبين، ولكن كان بيشتغل معايا ان هو سيلكتيف اكتر على البرونكاي، فكان بيستخدم معايا على بيستخدم معايا على في الازمه. تمام. طب ليه ما كناش بنستخدم الاتروبين؟ لانه سايد افكت كتير. طب ايه الاسم الشائع بتاعه؟ كان اسمه اتروفنت. تروح المستشفى، لو انت مثلا لا قدر الله لك حد راح المستشفى ولا حاجه، تروح الطوارئ وحد عنده ضيق تنفس، يقول لك ادوا له جلسه اتروفنت، ادوا له جلسه اتروفنت. اهو حضرتك عرفت مين الاتروفنت اللي هم بيدوا له ده، اللي هو يقصد بيه الابراتروبيوم. الميكانيزم اوف الاكشن يا دكتور بيشتغل ازاي؟ قال لك انا بشتغل برضو كبلوكر للمسكرين، بس اخص مسكرين كام؟ قال لك مسكرين 3 اللي هي موجوده على السموث ماسل. السموث ماسل كنا بنقول مسكرين 3، فبالتالي كنا بنتجنب السايد افكت شويه. طب ايه مسار الدخول؟ كنا بندخل الدواء ده ازاي للعيان؟ طبعا ما كانش بيتشرب، فكان بيتاخد عن طريق الجهاز ده الفنتوليتور، فكان بيتاخد بطريقه الانهيليشن، الاستنشاق. طب بنستخدمه امتى؟ الحاجه الشهيره للابره بتستخدم في الازمه. الابره في الازمه، جالك عيان عنده ازمه تستخدم هذا الدواء. طب ايه اللونج اكتنج وان؟ يعني عايزين دواء اخوه بس يكون له تاثير طويل المدى. كان الدواء التاني كان اسمه تيتوربيوم. تيتو تروبيوم. تمام. ده بيكون دواء شبهه اخوه بس ايه، له مدى طويل المفعول، لكن خلي بالك ده كان له شورت اكتنج، كان قصير المدى. تمام. الدواء اللي بعد كده معايا الشهير طبعا بتاعنا وهو الابينفرين. الدواء بتاعنا هو الابينفرين. الابنفرين بيقول ايه الاسم التجاري بتاعه؟ الاسم التجاري بتاعه طبعا هو نفس الاسم الابنفرين برضه. يبقى الاسم التجاري بتاع الابنفرين ايضا هو الابنفرين. طب ايه الميكانيزم اوف الاكشن؟ الابنفرين ده كان بيشتغل ازاي يا دكتور؟ ده كان بيشتغل على سمباثوميتك، شبه ادويه السمباثيتك، فكان بيشتغل ايه؟ على الالفا وعلى البيتا. تمام. طب بيتاخد ازاي؟ الدواء ده كان ممكن كان المسار الافضل مسار له انه يتاخد انتر ماسكولار، كان بيتاخد عضل. بيقول لك انا عايز 3 ثيرابيوتيك يوز. امتى نستخدم الادرينالين ده؟ اول حاجه في الالرجي، في الحساسيه. عيان جاي لك بانافيلاتيك شوك تديله ادرينالين. عيان عنده كارديوجينيك شوك دخل في سكته قلبيه ولا حاجه، تديله برضه مين؟ تديله دخل معايا في القلب توقف، نديله طبعا مين؟ نديله الادرينالين الكارديوجينيك شوك. طب بيقول لك انا عايز كمان استخدام ثالث. تفتكر نستخدم الادرينالين ده تاني في امتى؟ الادرينالين كان بيستخدم معايا في الالرجي، في الكارديوجينيك شوك، وكنا ممكن نستخدمه تاني دورنا على استخدام له، هو كان بيشتغل على الالفا وعلى البيتا. تمام. فايضا ممكن نستخدمه معايا في ايه؟ ثواني. ممكن نستخدم الادرينالين وكان بيشتغل معانا على الالفا وعلى البيتا. فاشهر حاجه كنا بنستخدمه في حالات الالرجي، في حالات الكارديوجينيك شوك، في حالات طبعا ممكن نستخدمه ايضا في حالات الهارت اتاك. تمام. طب انا عايز 3 ادفيرس افكت، طبعا اللي هو بقى ادفيرس افكت كتير. اول حاجه ان الدواء ده ممكن يدخلني في ايه؟ والله ممكن يدخلك في برادي كاردي سوري، في تاكي كارديا، يعلي ضربات القلب، فيعلي لك ضربات القلب، تاكي كارديا. الدواء ده كان ممكن يعمل ايه تاني؟ والله الدواء ده كان بيعمل لك مايدريسيس، ده من ضمن السايد افكت بتاعه انه يعمل لك مايدريسيس. طب بيعمل ايه تاني؟ الدواء ده يا دكتور كان بيشتغل معايا على طبعا كان الدواء ده بيشتغل معايا ايضا تاني على الالفا وعلى البيتا، ده ولا على اي حاجه تانيه. فالدواء ده كنا ممكن نقول ان هو بيعمل لي بيزود بيزود لك البلاد فيزلز في السكليتال ماسل، فممكن يعمل لك ايه؟ يدخلك في هايبوتنشن. ممكن الدواء ده يدخلك في هايبوتنشن. تمام. وايضا الدواء كمان بيستخدمني في ايه؟ البيتا، كان بيشتغل من خلال بيتا 1 ومن خلال بيتا 2. فتاني كان حاجه كان ممكن يعمل لنا ايه تاني؟ كان من ضمن الادفيرس افكت كان يعمل لك تاكيكارديا ويعمل لك مايدريزيس. وطبعا ما كانش بيستخدم معايا في حالات الانستيزيا، يعني حضرتك في التخدير في التخدير في الصوابع ما كانش بيستخدم معايا، في التخدير في الفنجر. ليه؟ لانه كان بيقفل البلاد فيزلز، فبالتالي ممكن ايه؟ يعمل لك غرغرينه. تمام. يبقى تاني معايا نراجع الابنفرين. اول حاجه معايا الابنفرين قلنا اسمه التجاري الادرينالين او الابنفرين عادي، بيشتغل ان هو بيشتغل على الالفا وعلى البيتا، يتاخد اي في او اي ام او سبكوتينيوس. تمام. بيستخدم معايا في ايه؟ بيستخدم معايا في الافلاتيك شوك، في التخدير الموضعي، يستخدم معايا في انعاش القلب.
الاثار الجانبيه يعمل لك ارتفاع ضغط الدم، معلش هو يعمل ارتفاع مش هايبر، يعمل هايبر تنشن. تمام. وطبعا كان ممكن يدخلني في سيزر. تمام. ويدخلك طبعا معايا في مايدريسيس. تمام. وتاكي كارديا. تمام. نخش بعد كده على الدواء اللي بعد كده معايا، وهو الدوباتيمين. الدوباتيمين ده اسمه التجاري ايه؟ اهو دوبتريكس. بيشتغل ازاي؟ والله ده كان بيشتغل زي الادرينالين، بس ده كان اكتر سيلكتيف على مين؟ كان سيلكتيف اكتر على بيتا 1. فده كان سيلكتيف بيتا 1 يا دكتور، سيلكتيف بيتا 1. طب بيتا 1 دي كانت بتعمل ايه؟ والله بيتا 1 دي يا دكتور احنا عارفين ان اي بي بيتا بانهبيتوري. فالاول بس قبل ما نشوف تعالى نشوف الاستخدام. فكان يعمل ايه؟ يروح طبعا كان عندي بيتا 1 على الهارت، فالبيتا كانت بتعمل يا دكتور انهبيشن لاي حاجه ما عدا 3 حاجات: هارت وهرمون وميتابوليزم. فاولا كده يزود لك ضربات القلب، يزود لك الهارت ريت، يزود لك الميوكاردال كونتراكتيليتي. تمام. تاني حاجه معايا طبعا احنا كده بنكتب في الميكانيزم وفي الاكشن. تمام. وطبعا كان بيعمل ايه تاني؟ كان بيزود الهارت ريت، بيزود لك الميوكارديال كونتراكتيليتي، وتاني كان بيزود لك طبعا معدل الميتابوليزم. طب ايه اشهر استخدام له؟ طبعا نتيجه ذلك ان هو بيزود ضربات القلب، فحضرتك كنت تستخدمه في الكارديوجينيك شوك. عيان جاي لك قلبه توقف، استخدم يا باشا اديله دوبامين. تمام. ده اشهر استخدام لهذا الدواء. طب بيقول انا عايز دواء مشابه له. والله الدواء اللي بيكون مشابه له كان في دواء تاني على نفس الاسم اسمه دوبامين، ودواء تاني اسمه ايزوبرينيلين. ده بتكون ادويه بتشتغل بنفس الاكشن. بعد كده بيقول لك انا عايز 3 سايد افكت. والله السايد افكت بتاع الدوبامين ان هو يعمل لك ايه؟ الدواء ده هيدخلك معايا في زياده الهارت ريت، في تاكي كارديا. تاني حاجه معايا هيدخلك الدواء ده معايا. طبعا احنا قلنا ان هو بيشتغل معايا على بيتا 1، فكان بيزود معايا الهارت ريت، بيزود الميوكاردال كونتراكتيليتي، وطبعا بيدخلني معايا في وبيستخدم معايا في الكارديوجينيك شوك. الدواء ده ممكن يدخلك في ايه تاني من ضمن السايد افكت بتاعه؟ من ضمن السايد افكت هي اشهر حاجه له ان هو يعمل لك تاكي كارديا. تمام. طب بعد كده بيقول لك انا عايز الروت اوف الادمنستريشن. الدواء ده ازاي بيتاخد؟ الدواء ده بيتاخد معايا طبعا اي ام او اي في. تمام. بالنسبه لسيرين مين ادفيرس افكت تاني، احنا قلنا تاكي كارديا، وعندنا ايه تاني؟ عندنا التاكي كارديا، وعندنا ممكن نقول ايه تاني؟ هو طبعا ده اللي كان بيعمله لانه كان سيلكتيف اكتر على البيتا 1، فهو كان سيلكتيف اكتر على البيتا 1 فيكون متخصص اكتر بيتا 1. تمام. ممكن نقول ان هو دخلني في هايبر جلايسيميا، لانه بيزود معدل الميتابوليزم فيدخلني في هايبر جلايسيميا. تمام. لكن انا ما اعتقدش ان في حاجات تانية تستخدم معايا. طبعا بص على العلبه كده برضو معلومه لك انت، بيكون كاتب لك عليها مسار الاستخدام. فطبعا احنا كده جاوبنا 3 اسئله من على الدواء، يعني جاوبنا الاسم التجاري، الاسم العلمي، وجاوبت معاك مسار الدخول اللي هو الاي في. بعد كده الدواء اللي معايا بعد كده دواء باسم السالبيتامول. اسم الدواء السالبيتامول. الاسم التجاري بتاعه الفنتولين. ازاي بيشتغل السالبيتامول ده؟ كان بيشتغل معايا سيلكتيف بيتا 2 اجونست. يعني ايه سيلكتيف بيتا 2 اجونست؟ قلنا بنقول عليه والله سيلكتيف بيتا 2 اجونست. تمام. كان لما نيجي نختصرها كنا نقول عيله السابه. تمام. عيله السابه سيلكتيف بيتا 2 اجونست. بعد كده بيقول لك استخدامه في ايه؟ اشهر استخدام للسالبيتامول ده كان بيشتغل على ايه؟ على البيتا 2. طالما يا دكتور اشتغل على البيتا 2، كان عندي بيتا 2 دي موجوده فين؟ كانت موجوده في البرونكاي، فيعمل ايه؟ فيزود لك البرونكاي، فيعمل لك برونكو دايلاتيشن، اللي هو يستخدم معايا في حالات طبعا الازمه في الناس اللي عندهم ربو شعبي. تمام. طب انا عايز ادويه مشابهه له. قال لك والله الادويه اللي بتكون مشابهه للسالبيتامول ده كان في مين؟ ادويه مشابهه له كنا ممكن نقوله في عندي سالمترول. تمام. وتريبوتلين. طب حضرتك ليه ما قلتش الابريتوريوم؟ لان الابريتوريوم ده بيشتغل سوا، يعني نفس الاستخدام ولكن مش بنفس الميكانيزم. احنا عايزين دواء بيشتغل معايا بنفس الميكانيزم، يعني هيشتغل على نفس الريتم ونفس الميكانيزم. تمام. فمحدش يقول الابريتوريوم، احنا بناخد الدواء مع العيله بتاعته. اي نعم الاثنين بيعالجوا نفس الحاجه، ولكن بناخد الدواء مع العيله بتاعته. طب بعد كده ايه السايد افكت بتاعه؟ السايد افكت بتاع الدواء ده ان هو زي ما احنا قلنا هو اولا بيعالج الربو الشعبي، بيشتغل من خلال البيتا 2. الدواء ده ممكن يوطي لك الضغط. ازاي يا دكتور؟ الدواء ده بيوسع لك البلاد فيزيس، يوصل لك البلاد فيزيس للدم في الهارت ريت، في سوري في السكيليتال ماسل في عضلات رجلك، فممكن يوطي معايا الضغط،
ممكن يوطي معانا الضغط. تمام، فده اشهر سايد افكت له، ان هو ممكن يدخلك في هايبوتنشن. الدواء ده بيدخلك في هايبوكاليميا، بيوطي لك مستوى الكالسيوم. الدواء ده كان بيدخلك في رعشات، في ترومرز، في رعشات. دي كان من ضمن اشهر السايد افكت بتاع هذا الدواء. بعد كده بيقول لك انا عايز المسار بتاع الادمنستريشن، ازاي الدواء ده العيان بيستنشقه اهو. جايب لي فنتليتور فيتاخد معايا انهاليشن، الاستنشاق. الدواء اللي معايا بعد كده دواء اسمه ايه؟ دواء اسمه الفا ميثايل دوبا. الالفا ميثايل دوبا اللي بيقول لي إيه؟ بيقول لك انا عايز دلوقتي الاسم الشائع له. الاسم الشائع طبعا سوري، الاسم الجينيريك ده الاسم التجاري، الاسم العلمي معلش، الاسم العلمي اللي هو الالفا ميثايل دوبا. الفا ميثايل دوبا. طب بيقول لي الاسم الشائع له كان اسمه الدوميت. طب ايه الميكانيزم اوف الاكشن؟ والله الالفا ميثايل دوبا ده كان بيستخدم معايا لعلاج الضغط. طب بيستخدم يا دكتور لعلاج الضغط ازاي؟ الدواء ده كان بيستخدم لعلاج الضغط عن طريق ان هو بيشتغل على الالفا 1 اجونست، بيروح يحفز الفا 1، فبالتالي بيعمل لك فازو كونستريكشن، فكان بيعلي حضرتك الضغط بتاعك. تمام، تمام يا دكتور. بعد كده الثيرابيوتيك يوز بتاعي، الثيرابيوتيك يوز ان هو يستخدم معايا في علاج الهايبوتنشن. بالاخص كان في مين؟ كان الدواء ده امن في الحوامل، فبيستخدم معايا عادي في الحوامل، بيوطي الضغط في الستات الحوامل. تمام. الثيرابيوتيك يوز بقى في الهايبر تنشن مش هايبوتنشن، هو بيعمل هايبوتنشن، فالثيرابيوتيك يوز هايبر تنشن، الناس اللي ضغطهم عالي، طبعا بالاخص لو ستات في فتره الحمل، لان الدواء ده بيكون امن على الجنين لو عدى البلاسينتا. طب انا عايز ادويه مشابهه للالفا ميثايل دوبا، كان في دواء اسمه الكوليندين، ده دواء يكون شبيه له. طب ايه الادفيرس افكت بتاع هذا الدواء؟ والله الالفا ميثايل دوبا كان ممكن يدخلنا في ادفيرس افكت ايه؟ ممكن يدخلك حضرتك في ماي دريسس، ممكن يدخل حضرتك في ماي دريسس، يدخل حضرتك في يوترين كونتراكشن، يزود الانقباضات بتاعت مين؟ بتاعت عضلات الرحم، طبعا طالما في ستات هتستخدم. المميزات بتاعة الدواء ده زي ما احنا قلنا ان هو بيكون سيف ان بريجنانسي، بيكون آمن في الستات الحوامل. تمام يا دكتور، تمام. بعد كده معايا الدواء اللي بعد كده اسمه التاموزيلين. التاموزيلين ده بيكون دواء ايه؟ ده الدواء اهو، كان الاسم الشائع بتاعه اللي هو التاموزيلين، نفس الاسم. ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ الدواء ده كان بيستخدم معايا في علاج البنان بروستاتيك هايبربليزيا، عن طريق ان هو بيسد مين؟ عن طريق ان الدواء ده كان بيسد معايا برضو، كان بيشتغل بقى كبلوكر. الدواء ده كان بيشتغل معايا كبلوكر لمين؟ لالفا 1. خلي بالك معلش، الدواء ده بيشتغل كالفا 1 انتاجونست، معلش مش اجونست، كان بلوكر، الفا 1 بلوكر. تمام، معلش غلطه مني دي. تمام. الدواء ده بيشتغل معايا برضو ايضا كالفا 1 بلوكر. طب بيقول لي ايه الاختلاف ما بين التاموزيلسين والبرازوسيسين؟ مش الاثنين اخرهم ميزوسين؟ ايه الاختلاف بقى ما بينه؟ قال لي ان التاموزيلسين بيكون سيلكتيف اكتر، التاموزيلسين ده بيكون اكتر سيلكتيف اكتر، وبالتالي كان بيكون له ليس افكت على ضغط الدم، ليس افكت على الايه، على البلاد بريشر. تمام. فالميزه بتاعه التاموزيلسين ده ان هو كان سيلكتيف اكتر. طب بيقول لي انا عايز 3 مين ثيرابيوتيك بنستخدمه امتى؟ قال لي والله ان الدواء ده كان بيستخدم معايا طبعا في البناين بروستاتيك هايبربليزيا، وده طبعا بيكون اشهر استخدام له، اشهر استخدام له ان هو يستخدم معايا في البناين بروستاتيك هايبربليزيا. ايه الادفيرس افكت بتاع الدواء ده؟ الادفيرس افكت هو طبعا هيعمل لك هايبوتنشن، بس يكون ليس ايه، يعني يكون من ضمن الاعراض الجانبيه القليله، هايبوتنشن. تمام، تمام. الدواء اللي بعد كده معايا رقم 11 اللي هو اسمه الاندرال. الدواء اللي معايا بعد كده وهو مين؟ هو الدواء اللي اسمه بروبنالول. تمام. اسمه الشائع يا دكتور، اسمه الشائع اندرال. الدواء ده بيشتغل ازاي؟ اتفقت مع حضرتك ان اي دواء اخره لول فده بيكون الدواء ده بيكون بيتا بلوكر. الدواء ده بيكون بيتا بلوكر. طب بيتا بلوكر يعني بيشتغل ازاي؟ والله كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل بلوكر للبيتا ريسبتور، فلما بنسد البيتا هنبدا بقى نشوف الاستخدام بتاعه.
الاستخدام بتاع الدواء ده كان يستخدم معايا ايه؟ ادويه البيتا بلوكر كان ليها استخدامات كتير، من ضمن استخداماتها كنا بنستخدمها في حالات زياده ضغط الدم، في حالات الهايبرتنشن. ممكن نستخدمها في الناس اللي عندهم انجينا، في الذبحه الصدريه. ممكن نستخدم الدواء ده ايضا في الناس اللي الناس اللي بيكون عندهم ايه تاني يا دكتور؟ ممكن نستخدمه في حالات الصداع، الهيديك. تمام. بنستخدمه في الناس اللي عندهم ثايروتوكسوزيس، الناس اللي عندهم زياده هرمون الايه؟ الغده الدرقيه. تمام. طب بعد كده يا دكتور انا عايز دوايين مشابهين له. والله عايز الادويه المشابهه، فطبعا عندي البروجنالول. ممكن نقول عندي تاني كان عندنا بروجنالول، وعندنا تاني بيتالول، وايضا كان عندنا برضو من ضمن الادويه التانيه كان لابيتالول. دي برضو كانت من ضمن الادويه اللي هي بتكون مشابهه لهذا الدواء. طب انا عايز الادفيرس افكت بتاعت هذا الدواء. السايد افكت بتاعته طبعا السايد افكت ان الدواء ده ممكن يدخلك في براديكارديا، طبعا بيسد البرونكاي فدخلك في برونكوسباز. تمام. وممكن يدخلك طبعا نكتب الادفيرس افكت كلها. كنا بنقول باد فيش. البي براديكارديا. الاي انجينا. وعلى فكره البي ايضا برونكو اسباز. الدي يدخلك في ديبريشن، ممكن يدخلك في اكتئاب. الاف فاتيج نتيجه انه بيوطي الضغط. الاي امبوتنس ضعف انتصاب. الاس يدخلك في ماسكاسين اوف هايبوجلايسيميا، بيخفي الاعراض بتاعه الهايبوجلايسيميا، ماسكاسين اوف هايبوجلايسيميا. والاتش طبعا يدخلك في هايبوتنشن. ده كان السايد افكت بتاعت هذا الدواء. عندي عايز 3 ميد كونترادكشن ما تستخدموش انت. الدواء ده ما كانش بيستخدم معايا في الناس اللي هم عندهم ازمه رب شعبي، لانه هيقفل لهم البروموكاي. الدواء ده يا دكتور ما كانش بيستخدم معايا في الناس اللي عندهم هايبوتنشن، الناس اللي ضغطهم واطي. تمام. الدواء ده ما يستخدمش في الناس اللي عندهم براديكارديا. دي كلها من ضمن السايد افكت بتاعت هذا الدواء. الدواء اللي بعد كده معايا اسمه ايه؟ اسمه درام امين. نشوف ايه الدرام امين ده. الدرام امين دي طبعا الاسم التريد نيم درام امين. طب ايه الاسم العلمي ده يا دكتور؟ طبعا الدواء ده اسمه ايه؟ اسمه داي مين هيدرينيت. الداي مين هيدرينيت ده دواء من عيله الايبوكويت اللي هنبدا ناخده في شابتر الايبوكويت. الدواء ده بيستخدموا ايه؟ الدواء ده بيشتغل ازاي؟ الدواء ده بيكون هيستامين 1 بلوكر. بيروح يسد مستقبلات الهستامين. تمام. فبالتالي لما يسد مستقبلات الهستامين فبالتالي بيقلل الاشارات اللي واصله معايا لمين؟ اللي واصله معايا لمركز اللي هو مركز الترجيع. فبيقول لي انا عايز ادويه مشابهه لهذا الدواء. طبعا اي دواء بقى من عيله الهستامين، اي دواء من عيله الهستامين بلوكر. فكان عندنا ايه تاني؟ كان عندنا ممكن نقول له لورتادين وسيماتيدين. دي بتكون ادويه من عيله الهستامين بلوكر. طب يا دكتور انا عايز 3 استخدامات له. قلنا الدواء ده بيستخدم معايا في حالات دوار الحركه، الناس اللي عندهم موشن سيكنس. ايه الموشن سيكنس ده؟ اللي هو حضرتك تكون راكب عربيه وتحس انك عايز ترجع، حاسس ان انت دايخ. تاني حاجه الفومتنج، الترجيع. واخيرا بيستخدموا في الدوخه، الفيرتيج. طب انا عايز ده طبعا اللي هو ايه ده كده الاستخدام. طب ايه السايد افكت بتاع هذا الدواء؟ الدواء ده ما تستخدموش امتى؟ الدواء ده من ضمن السايد افكت بتاعه انه بيدخلك في تحسسك كده ان انت عندك دراي ماوس، ريقك ناشف. تاني حاجه بيدخلك في دوخه، ممكن يدخلك في زغلله، في بيلرد فيجن. تمام. عايز ايه تاني؟ بيقول لي انا عايز اذر دراج بيستخدم معايا للموشن سيكنس. عايزين دواء تاني بيستخدم معانا للموشن سيكنس. طبعا يعني هو في ادويه كتير، ولكن ممكن نقول له مثلا ايه؟ ممكن نقول له طبعا الادويه بتاعت مين؟ اللي هي اللورتادين ده. تمام. اي دواء من الادويه اللي احنا كاتبينها، اللورتادين او السيمتادين. اهو اللورتادين جه لك اهو بنفسه. نبدا نشوف بعد كده اللورتادين ده يا دكتور بيكون ايه؟ الاسم العلمي له اللورتادين. الاسم الشائع له كالرنيتين. طب بيشتغل ازاي؟ ده بيشتغل برضو ان هو هيستامين 1 بلوكر، بيسد الهستامين. تمام يا دكتور. فلما بيسد الهستامين الدواء ده عايز ادويه مشابهه له. ناخد الدواء اللي لسه كاتبينه من شويه اللي هو الديماهيدريت، نقول له الديماهيدريت. وكمان اخوه سيمتادين.
عايز استخدام لهذا الدواء، والله الدواء ده بيستخدم معايا في حالات الالرجي، لو حد عنده حساسيه بنسد له الهستامين، فبالتالي بنقلل له اعراض الحساسيه. في الناس اللي عندهم اتشنج، على طول عنده حكات في الجلد، الناس اللي عندهم ارتكاريا، نوع من انواع الحساسيه. طب ايه الادفيرس افكت بتاع الدواء ده؟ الدواء ده بيدخلني معايا فيه هيدك، صداع. تاني حاجه بيدخلك فيه دراي ماوس، تمام. وممكن يدخلك طبعا في سليب، ان انت يحسسك ان انت كده عايز تنام، تمام. طب ايه الادفانتج بتاع هذا الدواء؟ الدواء ده من ضمن الادفانتج بتاعته اللي هو بيكون ايه، بيكون آه ما بيعديش البلاد برين بارير، نو بلاد برين بارير، ما بيعديش البلاد برين بارير. فبالتالي يعني انا تجنبت ان هو ما يعديش البلاد برين بارير، فايه تجنبت الاعراض الجانبيه ان هو يوصل معايا للمخ، تمام. على عكس ده اللي كان بيعدي البلاد برين بارير، انما الدواء ده ما بيعديش البلاد برين بارير. اي دواء اخر تدين ما بيعديش البلاد برين بارير، زي السنتازين، سترادين، لورتاتين، تمام. الدواء اللي بعد كده معايا اللي هو اسمه ايه؟ اسمه سيبرو هيبتادين. سيبرو هيبتادين. السيبرو هيبتادين ده اسمه الشائع اسمه بيريكتين. ايه الميكانيزم اوف الاكشن؟ والله طالما سمعت كلمه هيبتادين اخر دين، يبقى ده كده بيكون اتش 1 بلوكر، هيستامين 1 بلوكر، تمام. طب الدواء ده ايه تاثيره على الشهيه؟ الدواء ده لقينا ان هو بيقلل الشهيه، لا معلش انا اسف، بيفتح الشهيه. الدواء ده بيكون فاتح للشهيه، بيزود الابيتيت. فبيقول لي انا عايز الاستخدام بتاعه. الاستخدام بتاع الدواء ده مش ده من ضمن ادويه البلوكر بتاعت الهستامين. الهستامين ده نستخدمه امتى؟ في حالات الحساسيه، فالناس اللي عندهم الرجي. اول حاجه تقول لي الالرجي. تاني حاجه معايا عشان ايه؟ عشان طبعا لو احنا عايزين نزود الوزن، عايزين نعمل ويت جين، هو بيفتح الشهيه، فبالتالي استخدامه في الناس اللي هم عايزين يزودوا وزنهم. واحيانا ممكن يستخدم معايا في الصداع في الناس اللي عندهم هيدك. بيقول لي انا عايز 3 ادفيرس افكت. ايه الادفيرس افكت بتاع الادويه بتاعت الهستامين دي؟ والله اول ادفيرس افكت عندي اللي هو طبعا بيعمل لك ايه، الدواء ده مش قلنا بيعمل ويت جين؟ فممكن يدخلك في ويت جين، اللي هو يزود الوزن، بالاخص لو الشخص اللي بياخده كان عنده اصلا كان وزنه تقيل، تمام. تاني حاجه يدخلك في دراي ماوس، جفاف للفم. ممكن يدخلك الدواء ده بيعدي البلاد برين بارير، فيدخلك في فيرتيج، اللي هو يدخلك في دوخه، تمام. الدواء اللي بعد كده معايا اسمه ايه؟ اسمه سام تريبتان. سام تريبتان. السامتريبتان ده بيقول الاسم الشائع له طبعا هو الإيماجران. ايه الإيماجران ده يا دكتور؟ الإيماجران ده بيكون دواء بيشتغل معايا من خلال مستقبل اسمه السيروتونين، فده كان بيعمل اكتيفيشن لمستقبل السيروتونين H215. طبعا الكلام ده كله بناخده في اخر شابتر خالص اللي هو الاوتوكايت، تمام. لو لسه ما سمعتهمش فطبعا يعني هيكون الكلام ده معاك صعب شويه، تمام. فيفضل انت تسمعهم الاول في النظري اللي هو الاوتوكايت. بيقول لي انا عايز 2 ادويه مشابهه للدواء بتاع الإيماجران ده. والله الأدوية طبعا دي كان عندي مين؟ ممكن الدوبامين كان بيشتغل زيه، بيشتغل من خلال السيروتونين، تمام. طب ايه الاستخدام بتاع الدواء ده؟ الدواء ده بنستخدمه امتى؟ الدواء ده بيستخدم معايا في علاج الميجرين، تمام، وفي علاج نوع من الصداع اسمه الكلاستر هيديك، الصداع النصفي والصداع العنقودي. طب انا عايز ادفيرس افكت. الدواء ده السايد افكت بتاعه ان هو بيعمل ايه؟ اول سايد افكت ان هو ممكن يعمل لك يعني يبوظ لك الضغط، فممكن يدخلك في مثلا يدخلك معايا في بلاد بليجر ان كنترول، يعني حضرتك مش متحكم في ضغطي فهيبوظ لك الضغط، ممكن يعليه ممكن يوطيه. تاني حاجه ممكن الدواء ده يعمل لك ايه تاني؟ الدواء ده ممكن يدخلك في فيرتيج، في دوخه، ممكن يحسسك بترجيع، نوجيا وفوميتنج، تمام. طب الدواء ده ما نستخدموش امتى؟ الدواء ده اوعى تستخدمه في حاله ايه؟ في حاله لو حضرتك كان عندك مثلا عندك ستروك، تاريخ ستروي بالستروك، ان كان جالك جلطه، حضرتك كنت بتستخدم مثلا عندك اسكيميك هارت ديزيز، عندك ذبحه صدريه في او اي مرض خاص بالقلب، لانه بيلخبط لك ضربات القلب، تمام. ما تستخدمش هذا الدواء. الدواء اللي بعد كده معايا اسمه ايه؟ اسمه ميزو بريستول. ميزو بريستول. الميزو بريستول اسمه التجاري له الميزوتاك. الميزوتاك ده من ضمن الادويه اللي خاصه بالبروستاجلاندين، من ضمن الادويه اللي بتكون خاصه بالبروستاجلاندين، فده بيعمل ايه؟ بيحفز البروستاجلاندين 1،
بيأكتيفيت البروستاجلاندين 1 ريسبتور. لما بيأكتيف البروستاجلاندين فهو بيشتغل زيه. تمام. فالدواء ده استخدمه امتى؟ بيقول انا عايز ادويه مش مشابهه له. والله انا عندي الميزوبروستول واي دواء معايا من عيله البروستاجلاندين 1. طب ايه الاستخدام بتاعه؟ الدواء ده بنبدا نستخدمه معايا في الناس اللي عندهم قرحه معده، اللي عندهم بيبتيك ألسر. ليه؟ لانه بيقلل حمض المعده، فلما يقلل حمض المعده احنا كده عالجنا لهم البيبتيك ألسر. تاني حاجه بنستخدم معايا بيعمل انقباض لعضلات اليوترس، فبالتالي ممكن نستخدمه في الاندكشن في تحفيز عمليه الولاده. تمام. ممكن نستخدمه في حالات الهيموريدج، البوست بارتم هيموريدج اللي هو نزيف ما بعد الولاده، البوست بارتم هيموريدج. تمام. يعمل كونتراكشن في اليوترس، فلما يعمل كونتراكشن في اليوترس يحاول ان هو يقفل اليوترس، فما يقلل يقلل مستوى النزيف بتاعه. تمام. بيقول لي انا عايز ادفيرس افكت لهذا الدواء. الادفيرس افكت معايا من ضمن السايد افكت ان الدواء ده ممكن يدخلك في ايه؟ ممكن يدخلك في نزيف بليدنج. ممكن الدواء ده يدخلك في فوميتنج ونشي، وممكن زي ما احنا قلنا يدخلك في يوترين كونتراكشن، تقلصات في الرحم، يوترين كونتراكشن. طب بيقول لي بالنسبه للكونترانديكيشن الدواء ده ما استخدموش امتى؟ الدواء ده ما نستخدموش طبعا لو وما نستخدموش طبعا في الحمل، لانه بيعمل ايه؟ ممكن يخلي الست تعمل اجهاض، لو الست خدته تحس ان اللي يحصل لها اجهاض بدري، فبالتالي تعمل ولاده مبكره. تاني حاجه لو عندك الرجي. وتستخدمه طبعا لو انت مريض قلب او مريض ضغط. لو حضرتك ما تستخدموش لو انت عندك ان كنترولد بلاد بريشر، الضغط بتاعك مش متظبط، ما تستخدمش هذا الدواء. الدواء اللي معايا بعد كده بعنوان اللاتينو بروست، وده اخوه. تمام. هو كان عايز انا دوايين مشابهين له، كان عندي اللاتينو بروست. اللاتينو بروست ده الاسم الايه؟ الاسم العلمي. طب ايه الاسم التجاري؟ زلتان. الدواء ده بيشتغل ازاي؟ طالما في بروست يبقى ده خاص بالبروستاجلاندين، طالما في بروست يبقى خاص بالبروستاجلاندين. فالدواء ده كان بيشتغل معايا برضو ان هو بيأكتيف البروستاجلاندين، بيشتغل زي البروستاجلاندين. عايز ادويه شبهه كان الميكو بروست اللي هو اللي احنا لسه واخدينه. الاستخدام بتاع الدواء ده ايه؟ كان اشهر استخدام للاتينو بروست كان بيستخدم في حالات الجلوكوما. لو انت فاكر كنا بنستخدمه عشان يزود لك التصريف بتاع الاكوا سيومر، فبالتالي يا دكتور كنا بنستخدمه في علاج الجلوكوما، نقلل ضغط العين. ده كان اشهر استخدام له. بعد كده بيقول لي انا عايز سايد افكت لهذا الدواء. السايد افكت لهذا الدواء ان هو كان بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك اريتايتس، احمرار، بيعمل لك التهابات في العين. تاني حاجه كان بيعمل لك جروس في الاي لاش، بيزود لك الطول بتاع الرموش. تاني حاجه كان ممكن يعمل لك ايه؟ الدواء ده كان ممكن يعمل لك تحس كده بحرقان. تمام. بعد كده معايا الدواء اللي بعد كده وهو السلفا ميثوكسال زائد تراي ميثوبريم. ده كان من اخر حاجه خالص خدناها في الانتيبيوتيك، وده كان اسمه التجاري البكتيريا. البكتيريوم ده يا دكتور كنا بيشتغل ازاي؟ الدواء ده كان الميكانيزم بتاعه ان هو بيكون عباره عن سلفونيلوكسان وتراي ميثوبريم. بيشتغل ازاي معايا؟ ان هو كان بيعمل انهبيشن للفوليك اسيد، من ضمن الادويه اللي بتعمل انهبيشن للفوليك اسيد بتاع البكتيريا. فلما يعمل لها انهبيشن للفوليك اسيد فكان يوقف النمو بتاعها ويقتلها. تمام. الدواء ده بيقول لك ايه تاثيره على الحامل. الدواء ده ما كانش بيستخدم معايا في الحامل. تمام. فاوعى تستخدمه في الحامل، يبقى not effect. تمام. الدواء ده ممكن ما يستخدمش في الحامل، انه يوز في الحوامل. ليه؟ لانه الدواء ده بيقلل الفوليك اسيد، فبالتالي هتتولد طبعا ممكن الطفل يتولد عنده انيميا. تمام. فطبعا وكان بيعمل مشاكل اسمها كرينيترايتس، اللي هو بيزود اللي هو ماده الجودنس، الماده الصفراء، فبالتالي تلاقي ان الطفل عنده البرين عنده ما اكتملش. فالدواء ده ما كانش بيستخدم معايا في الحامل. طب انا عايز الثيرابيوتيك يوز بتاع الدواء ده. الدواء ده بنستخدمه امتى؟ بنستخدمه في العدوى اللي هي بتاعت عدوى المسالك، اليورينري تراكت انفكشن، في عدوى الجهاز التنفسي، الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. ونستخدمه طبعا معايا في ايه تاني؟ نستخدمه في حالات الدياريه اللي طبعا نتيجه البكتيريا. عايز الادفيرس افكت بتاع الدواء ده. السايد افكت بتاعه زي اي دواء، يعمل لك الرجي، يعمل لك نوجيا وفوميتنج، وممكن يدخلك في مشاكل في الدم، ابلاستيك انيميا بما انه بيوقف الفوليك اسيد. نوع من الانيميا معلش اللي هو الميجا بلاستيك انيميا.
بيكبر حجم خلايا الدم نتيجه ان هي مش عارفه تنقسم، نتيجه ان مفيش عندك فوليك اسيد. طب بيقول لي ايه قيمه الكومباينيشن؟ طبعا قيمه الكومباينيشن ده بيشتغل معايا الدواء كسيناريزم، يعني بنزود قوه الكومباينيشن. تمام. بعد كده معانا ايه؟ الدواء اللي بعد كده معايا السيبروفلوكسين. سيبروفلوكسين اسمه التاني سيبروكسين. ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ الدواء ده كان بيشتغل معايا ازاي؟ الدواء ده يا دكتور السيبروفلوكسين ده كان بيشتغل معايا ان هو كان من ضمن عيله الفلورو كوينينز. ايه الفلورو كوينينز ده كان ضمن العيله دي، كانت ان هي توقف انزيم اسمه الدي ان ايه كريز. فبالتالي الدي ان ايه ما يعرفش ان احنا نعمل له نسخ ولا نترجمه، فبالتالي مش عارفين البكتيريا مش عارفه تتقاسم معايا. بيقول لي ايه السبكترم اوف اكتيفيتي؟ الدواء ده بنستخدمه في انهي عدوى؟ طبعا الدواء ده كان بيكون اكتر على الجرام نيجاتيف، بيكون اكتر على الجرام نيجاتيف بكتيريا. تمام. بيقول لك انا عايز الثيرابيوتيك يوز بتاعه. الدواء ده بنستخدمه في اليورينال تراكت انفكشن، ويكون بنستخدمه برضو معايا في اللي هو مشاكل الجهاز الهضمي في الدايجستيف انفكشن، ويكون بنستخدمه في الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. طب ايه السايد افكت بتاع الدواء ده؟ الدواء ده كان من ضمن السايد افكت يعمل لك نوجيا، وكان اشهر حاجه له طبعا نوجيا وفومتنج ما تنساش، وكان اشهر حاجه للفلوكوينينز ان هو كان ممكن يدخلك معايا في تمزق الاوتار تندرنس، وطبعا يدخلك في مشاكل في الغضاريف. عندك مشاكل، كان الدواء ده عدو الغضاريف، تمزق في الغضاريف وتمزق في الاوتار. بعد كده بيقول لك استخدام في الاطفال. الدواء ده بيستخدم معايا في الاطفال. والله هو اللي احنا نعرفه ان هو ما بيستخدمش في الاطفال. ليه؟ لانه طبعا هيدخلها في مش هيأثر لهم على الاوتار ويأثر لهم على الكارتريدج، فبالتالي مش هيفضل ان احنا نستخدمه في الاطفال. الدواء اللي معايا بعد كده اللي هو الاوجمانتين، وده بيكون عباره عن كومباينيشن ما بين الاموكسيسيلين والكاليفيلونيك اسيد. طب الدواء ده يا دكتور بنبدأ نستخدمه امتى او بيشتغل ازاي الاول؟ الميكانيزم اوف اكشن بتاع هذا الدواء ان هو كان من ضمن عيله البيتا لاكتام. فكان بيعمل ايه؟ كان بيشتغل على السيل ممبرين. تمام. فبالتالي لما بيشتغل على السيل ممبرين فكان بيقتل البكتيريا. فالدواء ده كان بيعمل ايه يا دكتور؟ كان بيكسر السيل ممبرين، كان بيشتغل من خلال السيل ممبرين، يعمل انهبيشن لتصنيع السيل ممبرين بتاع البكتيريا فيموتها. انا عايز ادويه مشابهه لهذا الدواء. طبعا كان عندنا الدواء اللي هو شبهه كان الاموجلوسيلين والسلبكتام، وكان اخوهم الثالث التازوبكتام. بعد كده بيقول لك انا عايز الاستخدام بتاع الدواء ده. والله الدواء ده نستخدمه قول لي في الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، في اليورينري تراكت انفكشن، واستخدمه معايا في ايه تاني؟ وكنا بنستخدمه معانا ممكن نستخدمه معايا في الناس اللي هم عندهم دينتال كريس، اللي عندهم التهابات في الاسنان، دينتال انفكشن. السايد افكت بتاع هذا الدواء، والله الدواء ده كان ممكن يدخلك فيه نوجيا، في فوميتنج، وفي الرجي. القيمه بتاعت الكومباينيشن، هو احنا كنا بنحط يا دكتور الاميكسيسيلين مع الكاليفولونيك اسيد ليه؟ لقينا ان البكتيريا ابتدت تعمل مقاومه، فالمقاومه دي لقينا ان مش ده بيشتغل ان هو بيكسر البيتا لاكتام. قامت البكتيريا عملت ايه؟ طلعت انزيم اسمه بيتا لاكتيميز. الفكره ان هو البكتيريا طلعت انزيم اسمه بيتا لاكتيميز، فالبيتا لاكتيميز ده قال للدواء مش انت بتشتغل لي، مش انت فيك مجموعه اسمها بيتا لاكتام، انا هضربها لك، فالدواء ما يعرفش يشتغل. فاحنا عملنا ايه؟ حطينا الكاليفولونيك اسيد ده. الكاليفولونيك اسيد ده اللي بيحمي اللي كان بيعمل الكاليفولونيك اسيد ده كان بيمنع تكسير الايه، كان بيوقف تكسير البيتا لاكتاميز. بيقول للبكتيريا حتى لو طلعت البيتا لاكتاميز انا هكسره لك. تمام. فاحنا عملنا نظام كومباينيشن عشان نحمي الدواء، نعمل بروتكشن للضرر من مين؟ من البيتا لاكتاميز اللي كانت البكتيريا بتطلعه. تمام. الدواء اللي معانا بعد كده وهو مين؟ دواء السيفوتروكسين، اللي هو السيفوتروكسين. اسمه الشائع ايه؟ اسمه الروسافين. الدواء ده بيشتغل ازاي؟ والله الدواء ده كان من ضمن عيله السيفالوسبورين، ودي كانت من ضمن عيله البيتا لاكتام برضه. فبيشتغل ازاي؟ ان هو بينهبت السيل ممبرين،
بيشتغل معايا على السيل، لا السيل وول، معلش، على السيل وول. عايز ادويه مشابهه ده، طبعا كان عندي سيفالو، كان عندي سيفاتروكسين، وكان عندي سيفالو امين، تمام، وكان عندي سيفامين. دي كلها ادويه معايا ايه، كانت من ضمن ادويه اخوات السيفاتروكسين. عايز الاستخدام بتاعه، قول لي ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وعندي ابر يورينري تراكت انفكشن، وكان عندنا ايه تاني، وكان عندنا الدواء ده بيستخدم معايا ايضا في اهم حاجه في المننجايتس، في الناس اللي بيجي لهم التهاب في اغشيه المخ، كنا بنلحقهم باللي هو السيفالوسبور، تمام. عايز الادفيرس افكت، الدواء ده بيعمل ايه، الدواء ده هيعمل لك شويه نوجيا وفوميتنج وحساسيه، نوجيا وفوميتنج والرجي. السبيكترم اوف الاكتيفيتي، الدواء ده كان بيشتغل على انهي بكتيريا اكتر؟ الدواء ده هو من عيله الجيل الكام؟ الدواء ده يا دكتور اسمه سيفا تراي اوكزون. قلت لحضرتك ان اي دواء اخره اون يبقى ده من عيله الجيل الثالث، فالدواء ده يا دكتور بيكون من عيله الجيل الثالث، والجيل الثالث كان بيجيب لي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، وكان ايضا ممكن يجيب لك البكتيريا اللي احنا كنا بنقول عليها، البكتيريا اللي هي البكتيريا اللي هي بتكون معانا قويه شويه، اللي هي مين؟ احنا كان عندنا في بكتيريا بتكون قويه زي اللي هي بتكون اللي هي بتكون بكتيريا اتيبيكال بكتيريا. الاتيبيكال بكتيريا دي اللي هي ما بيكونش عندها سيلول، فالدواء ده برضو كان ممكن يجيب لي ايه، بعض الاتيبيكال بكتيريا. بعد كده الدواء اللي معايا بعد كده اسمه ايه؟ اسمه الإيمبنيم، اسمه الشائع التينام. ده كان من ضمن ايضا عيله البيتا لاكتام. الدواء ده كان من ضمن عيله مين؟ من ضمن عيله البيتا لاكتام. بيقول لي انا عايز الميكانيزم اوف اكشن، الدواء ده ازاي بيشتغل؟ الدواء ده والله كان لقيته ان هو بيعمل ايه، بيقتل البكتيريا عن طريق ان هو بيكون بيتا لاكتام، فبالتالي بينهبت مين؟ بينهبت الايه، السيل وول، بيوقف السيل وول. بيقول لي انا عايز دواء مشابه ليه، كان عندي الامبنام، وكان اللي هو اخ تاني اسمه كاربينام. الاستخدام بتاع هذا الدواء، استخدامه يقول لي ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، لور بعد كده استخدامه في اليورينري تراكت انفكشن، وممكن استخدامه في حالات تسمم الدم اللي هي حالات السبسيس. ولا انا عايز الادفيرس افكت، الاسايد افكت قول لي نوجيا وفوميتنج وحساسيه، الرجي. بيقول لك بعد كده ايه الكومباينيشن اللي احنا استخدمناه ده؟ والله الكومباينيشن ده كان بيستخدم معايا بشكل سيناريزم، يعني ايه؟ بيقوي من تاثير الدواء. السكشن اللي بعد كده معايا وهو الجنتاميسين، اسمه الشائع الجراميسين. بيقول لي الميكانيزم اوف اكشن بتاع الجراميسين ده، الاكشن بتاع الدواء ده كان من الجنتاميسين، كان من ضمن ادويه الامينو جلايكوزايد، من ضمن ادويه الامينو جلايكوزايد. فكان امينو جلايكوزايد ده كان بيوقف تصنيع البكتيريا من خلال ال 30 اس ريبوزوم. لو انت فاكر معايا بيشتغل معايا ان هو بيوقف 30 اس ريبوزوم، فالبكتيريا ما تعرفش تصنع بروتين، فكده احنا موتنا البكتيريا، قطعنا لها اكل عيشها. طب عايز ادويه مشابهه للجنتاميسين ده، كان عندنا اللي هو الاريثروميسين، كان بيشتغل بنفس الفكره بتاعته، تمام. بعد كده بيقول لك انا عايز السيرابيتيك يوز، السيرابيتيك يوز بتاع الدواء ده كنا بنستخدمه امتى؟ الدواء ده برضو كنا بنستخدمه معايا في في عدوى الجهاز التنفسي، ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وكنا بنستخدمه معايا في بالاخص الدواء ده كان الامينو، كان من ضمن عيله الجرام نيجاتيف اكتر، جرام نيجاتيف. وطبعا استخدامه معايا في اليورينري تراكت انفكشن. عايز الادفيرس افكت بتاع الدواء ده، والله الادفيرس افكت بتاع الدواء يعمل لك ايه؟ ممكن يدخلك في نيفروتوكسيستي، تسمم على الكبد، تسمم على الكليه. وكان من اشهر الحاجات اللي لازم تكتبها الاوتوتوكسيستي، يخليك طبعا سميه في السمع، يعني يخلي السمع عندك ضعيف. وطبعا بقى ما تنساش النوجيا والفوماتينج. بعد كده بيقول لك السبيكترم اوف الاكتيفيتي، اشهر حاجه بيجيبها الدواء ده كان بيجيب العدوى اللي هي الجرام نيجاتيف، امينو جرام نيجاتيف، امينو ان دي فاكرك ان هي اكتر حاجه نيجاتيف، تمام. الدواء اللي بعد كده معايا وهو الدوكساسايكلين او الفيبراميسين. الدوكساسايكلين الاسم الشائع له الفيبراميسين. والدوكساسايكلين ده يا دكتور كان من ضمن عيله التتراسايكلين، فالميكانيزم اوف الاكشن الدواء ده من ضمن عيله التتراسايكلين. طب التتراسايكلين ده كان بيشتغل ازاي؟ كان بيوقف تصنيع البكتيريا، بيوقف تصنيع البروتين، يروح لها يضرب لها مين؟ هو التترا ده كان رقم ايه؟ التتراسايكلين ده كان بيوقف لها 30 اس ريبوزوم،
بيعمل انهبيشن لل 30 اس ريبوزوم، فبالتالي البكتيريا ما تعرفش تصنع بروتين، فكده احنا قطعنا لها اكل عيشها بمعنى اصح. عايز ادويه مشابهه له، قلنا عندنا الدوكساسايكلين وعندك التتراسايكلين. عايز الثيرابيوتيك يوز، قول لي ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، ومعايا ايه تاني، ويورينري تراكت انفكشن. وكمان الدواء ده اشهر حاجه كمان ان هو بيستخدم معايا في حب الشباب. لو انت فاكر كنا قلنا المعلومه دي ان من اشهر الاستخدامات لحب الشباب الدواء اللي هو اسمه الدوكساسايكلين ده، الاكني. عايز الادفيرس افكت، الدواء ده كان فيه مشكله، احنا هنكتب الحاجات الشهيره وبعد كده هنكتب الحاجه المميزه له، نوجيا وفوميتنج. بس اشهر حاجه ان الدواء ده كان بيعمل مشاكل في البون والتيس، البون والتيس بيخلوهم بيخليهم فيهم ديفورميتي. يعني ايه ديفورميتي؟ يعني بيحصل فيهم تشوهات ما بيكتملوش، ديفورميتي، مشاكل في البون والتيس. طب تفتكر طالما عنده مشاكل في البون والتيس نستخدمه في الاطفال وفي الحوامل؟ لا، فما كانش بيستخدم في الاطفال ولا في الحوامل. الستيشن اللي بعد كده معايا ايه؟ الكلوروفينيكول. الكلوروفينيكول ده اسمه الشائع ايه؟ اللي هو اسمه اللي هو جايبه لك ده اللي هو الرانوفينيكول. بيقول لي الدواء ده بيشتغل ازاي؟ الدواء ده بيشتغل معايا من خلال بقى المره دي ان ده بيقلل تصنيع الار ان اي، ده كان بيوقف الار ان اي، بيوقف الار ان اي بوليميريز، بيوقف الانزيم بتاع الار ان اي، فما نعرفش ولا ننسخ ولا نترجم خالص. هل الدواء ده بيعدي البلاد برين بارير؟ الدواء ده بالنسبه للدواء ده هل كان يعني بيوصل معايا للمخ ولا لا؟ الدواء ده ما كانش بيعدي البلاد برين بارير. لا معلش انا اسف، الدواء ده بيعدي البلاد برين بارير، بيعدي البلاد برين بارير لانه كنا بنستخدمه في المننجيتس في الناس اللي عندهم التهاب في اغشيه المخ، تمام؟ فالدواء ده بيعدي البلاد برين بارير. بيقول لك انا عايز الثيرابيوتيك يوز، الدواء ده نستخدمه امتى؟ الدواء ده كنا بنستخدمه في علاج التي بي، بكتيريا ستول، نستخدمه في علاج البكتيريا اللي هي برضو اللي كان اسمها الليبروزي بتاعت الجذام، نستخدمه ايضا في المننجيتس. طب ايه الادفيرس افكت بتاع هذا الدواء؟ السايد افكت بتاع الدواء ده انه ممكن يدخلك في ليفر توكسيستي. الدواء ده يدخلك في بقى في نوجيا وفوميتنج، نوجيا وفوميتنج. بيقول لك هل الدواء ده بيستخدم معايا في الاطفال؟ الدواء ده ما بيستخدمش معايا في الاطفال، قال لك نو يوز ان انفانت، ان انفانت. الدواء ده ما كانش بيشتغل معايا في الاطفال بسبب ان هو بيعمل لك مشاكل في الكبد، فممكن يدخلك الطفل ده في جودنس، تمام؟ يبقى بوظ له الكبد بتاعه فيدخلك طبعا معايا في مشاكل اللي هي الصفراء. الستيشن اللي بعد كده معايا وهي الازيثروميسين. الازيثروميسين اسمه الشائع ايه؟ اسمه زيثروموكس. ايه الميكانيزم اوف الاكشن بتاع هذا الدواء؟ الدواء ده بيشتغل ازاي؟ والله عيله الزيثروموكس ده او الازيثروميسين كان من ضمن عيله الماكرولايد، والماكرولايد دي يا دكتور بتكون كلمه ماكرو قلت لحضرتك ان هي كبيره، كلمه ماكرو يعني حاجه كبيره، فبيشتغل من خلال ان هو بيوقف ال 50 اس ريبوزوم. كلهم كانوا بيشتغلوا من خلال ال 30 اس ريبوزوم الا الماكرولايد ده الوحيد اللي كان من ضمن العيله اللي كان بيشتغل من ال 50 اس ريبوزوم. بيقول لك انا عايز دواء مشابه له، والله ممكن نقول له الازيثروميسين، ده بيكون مشابه لهذا الدواء. عايز الاستخدام بتاع هذا الدواء، والله يقول لي upper respiratory tract infection ويورينري tract infection، ونستخدمه في الكلميديا، دي عدوى بتنتقل جنسيا، الكلميديا. ايه الادفيرس افكت؟ الدواء ده من ضمن السايد افكت بتاعته ان هو بيعمل لك نوجيا وفوميتنج، وكان ممكن يدخلك في ليفر توكسيستي. ويقول لك 3 مميزات عنه عن الاريثروميسين. ال3 مميزات ان هو بيكون ليس سايد افكت بشكل عام بقى، ان هو كان له ليس سايد افكت، تمام؟ يبقى اهم افضل ايه اللي بيخليه كويس عن الاريثروميسين ان هو كان لسه سايد افكت. فاقول اول حاجه ان هو لسه توكسيستي على الليفر، لسه توكسيستي على الرينال، وطبعا كان بيكون معايا ايه، كان بيكون برضو خلي بالك ان الدواء ده ان الاريثروميسين كان بيعمل لك مشاكل في ضربات القلب، يعني لخبطه في ضربات القلب، فالازيثروميسين ده كان بيكون اقل ايه، يعني اقل ضرر على القلب، تمام؟ كده في تاني؟ لا كده خلصنا ال 22 سلايد ولا 26 سلايد اللي كانوا عندنا. معلش انا عارف ان انا كنت بتكلم يعني الحاجه ما كناش بنديها حاجه في التفصيل، كنا بنتكلم في الدواء على طول، ما دخلناش في تفاصيل لان انا اعتمدت ان التفصيل في النظري، تمام؟ فهو اللي يعتبر السكشن ده اصلا كله كان مراجعه على الادويه الاساسيه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، ولا اله الا انت، اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، وشكرا.